خلصنا الماسك الجيلاتين وصبغنا. كانت طبعا متضايقه من اللون، مش حابه لون الاورنج، بتحب اللون المدي على كستنائي فاتح. طبعا يعني انا مش هو على الواقع احلى من الفيديو تماما. لكن ده يا جماعه اهو الشعرايه بتلمع وتقيله ومحمله ومش ناشفه بعد ما صبغنا، والشعرايه اهي. كنتش متخيله ان صبغه في نفس اليوم هتبقى كده. انا يعني كنت حاطه ايدي على قلبي وخايفه. صح؟ لا بس الحمد لله الله اكبر يعني. لا الحمد لله. حاسه بايه؟ انا مبسوطه قوي. مش قادره اقول لك. بس انا كل مره برحلها اسبوعين شهر عقبال ما تصبغ. ايوه مبسوطه قوي. قاعده عماله تحركني في شعرك من ساعه ما خلصت. لا بجد اللون اللي انت كنتي عايزاه لا يعني طلعته لك الحمد لله. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ناعم طري، عارفه حاسه ان هو حاطين سيرم؟ لا حاطين لك اي زيوت؟ لا يعني لمعه دي طبيعيه؟ لا دي الصبغه مع اللي انت عملته لي. طب بعد ما عملنا الصبغه كنت لاقيه فعلا في شعر ناشف شعرك؟ لا خالص. يعني فعلا الصبغه تريتمنت؟ لا ده حقيقي؟ لا الصبغه روعه. طب الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. يعني دايما لما باجي اصبغ حتى بحس ان الطروف بتاعتي ناشفه. اقعد عايزه اقص منه. لكن انت بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا حبيبتي تتهني بيه يا رب. ودايما معايا بقى يا لبنى ما انت عارفه للسنه للشهر الخامس. اي هي معاها فلوس بتحيرها فبتيجي عند الجيلاتين وتطيرها. نورتيني يا قلبي، دايما معانا كده على طول.